من بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي يتحدث عن هذه الدالة اللوغاريتمية شاملة الأسئلة التي جاءت في بكالوريا سابقة، حيث يقول ولتكن الدالة F المعرفة على R نجمة. إذن أول شيء R نجمة. إذن R نجمة، ما هي R نجمة؟ كما تعلمون أن R نجمة هي من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح اتحاد من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، كل الأعداد ما عدا الصفر، هكذا. السؤال الأول قال ادرس تغيرات الدالة F. ما يقصده هنا حساب النهايات والمشتقة والإشارة وجدول التغيرات، يعني كل هذه الأمال. يعني هنا نقوم أولا بدراسة التغيرات، يعني أول حاجة هي النهايات. نقول كم يوجد من نهاية؟ يوجد لنا 4، 1 هي 1 و2 و3 و4 نهايات. نبدأ بالأولى، ليميت F لX لما X يؤول إلى الناقص ما لا نهاية تساوي لنا، ها هي عبارة الدالة أمامكم، تصبح تساوي ليميت 1 ناقص لان X مربع على X، حيث X يؤول إلى الناقص ما لا نهاية كما تلاحظون هكذا. عندكم نهاية شهيرة التي تقول هكذا، ليميت لان X على X قوة آن لما X يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تعطي لنا كم؟ تعطي لنا 0. لاحظوا جيدا إلى هذه العبارة كيف أقوم بحساب نهايتها. إذن تصبح ليميت، انتبه، ليميت 1 ناقص هذا العدد ينزل هنا، ولكن احذروا لما ينزل أصبح هكذا لان القيمة المطلقة لإكس، لأن هذا حتى تبقى دائما ما بداخل لان عدد موجب، هكذا لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. ننتبه فقط. ها قد توصلنا إلى هذه النهاية الشهيرة التي تلاحظونها هنا. كم تعطي لنا هذه النهاية؟ تعطي لنا 0 حسب ما تلاحظون هنا. تصبح 0 في 2 هو 0 مع الواحد تعطي لكم مباشرة هنا الواحد. عند الزائد ما لا نهاية كذلك، ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تساوي لنا ليميت 1 ناقص 2 في لوغاريتم قيمة مطلقة لإكس على إكس، هكذا لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية مباشرة تعطيكم كذلك هذه نفس النهاية مثلها، إلا أنه لا تنسوا هنا أنه يوجد القيمة المطلقة، يعني ناقص ما لا نهاية تصبح زائد ما لا نهاية. إذن هذه تذهب إلى الصفر. ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم 1. انتبهوا فقط هكذا. إذن ومنه يوجد تفسير هندسي لهذه النهاية. التفسير الهندسي هو ما هو؟ هو Y يساوي لنا 1 مستقيم مقارب أفقي، مستقيم مقارب أفقي بكل بساطة، يعني يوازي محور الفواصل. نأتي إلى النهاية عند الصفر، يعني قمت بحساب هاتان النهايتان وهما أعطينا كلاهما أعطت لنا 1 1. الآن نأتي إلى حساب النهاية عند الصفر بقيم أقل والصفر بقيم أكبر. ننتبه فقط كيف نقوم بالعمل. هي الطريقة بسيطة إلا أنها تحتاج إلى نوع من الانتباه. تصبح هكذا، ليميت F لإكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل تساوي لنا، أولا سنقوم بالتعويض بالصفر، تعطي لنا ماذا؟
تعطي لنا 1 ناقص لان 0 مربع على 0. ولكن ننتبه، حدثت شيئان هنا. حدث هنا الصفر، وهذا لا يوجد في الرياضيات، واللان 0 كذلك لا يوجد في الرياضيات. يعني يوجد الفوق حالة عدم التعيين والتحت حالة التعيين. يعني هنا حالة عدم التعيين، حالة عدم التعيين. نأتي إلى ماذا؟ إلى جعل جدول الإشارة للمكان الذي حدث لنا فيه المشكل. المشكل حدث هنا وحدث ماذا؟ هنا. نأتي إلى هذه العبارة، ها هي أمامكم، هي إكس مربع. نقوم لاحظوا فقط، لاحظوا عندنا إكس مربع الذي في داخل اللام ينعدم عند ماذا؟ عند 0، لكنه دائما موجب لأنه مربع. انتبهوا. وعندنا جدول آخر، لاحظ، للمقام لهذه القيمة اللي هي إكس تنعدم عند 0، بما أن من الدرجة الأولى هنا ناقص وهنا زائد. أنا أتحدث عن جدول إشارة كل من البسط والمقام. الآن سنقوم بالتعويض أمامكم، ولاحظوا ماذا يحدث. يحدث هذا أنه نحن نتكلم بقيم ماذا؟ أقل، بقيم أقل في البسط أعطيت لنا زائد، وفي المقام أعطيت لنا ناقص. انتبهوا ماذا تصبح لديكم؟ تصبح تساوي، لاحظوا أنا أكمل هنا يعني بكل بساطة هنا الشرح. انتبه، تصبح ماذا؟ تساوي 1 ناقص لان 0 زائد لان 0 زائد، تعرفونها كم تساوي؟ تعطي لكم ناقص ما لا نهاية. انتبهوا فقط، تعطي لكم ناقص ما لا نهاية على 0 ناقص، تساوي ماذا؟ الناقص في الناقص، ها هو ناقص وها هو ناقص، تعطي لكم زائد، والناقص الذي بالخارج تعطي لكم ماذا؟ ناقص. إذن تعطي لنا ناقص ما لا نهاية. هذه النهاية التي تحصلنا هي ناقص ما لا نهاية فقط. نقول الآن أن نحسب عند الزائد ما لا نهاية ليميت عند الصفر بقيم أكبر، عند الصفر بقيم أكبر كذلك قلت نعوض. تعطي لكم 1 ناقص لان 0 مربع على 0. لكن الآن نتحدث بقيم أكبر. البسط لاحظوا هو إكس مربع زائد، والمقام لاحظوا زائد. ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا 1 لوغاريتم 0 زائد كم؟ هي الناقص. لاحظوا هذا ناقص، ناقص للكسر، ها هو أمامكم. تعطيكم ناقص ما لا نهاية على 0 زائد، لأن هذا الشيء هو كله داخل لان، ليس هكذا يعني فقط. ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص ما لا نهاية على 0 زائد، تعطينا ناقص ما لا نهاية، والناقص الذي هنا بالخارج تعطي لنا زائد ما لا نهاية. إذن تصبح ليميت اف لإكس. لاحظوا لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر تعطي لكم. هل يوجد تفسير بياني لهذه النهاية؟ نعم يوجد تفسير بياني لهذه النهاية. نقول التفسير البياني هو ماذا؟ هو إكس يساوي ماذا؟ الصفر. لاحظوا انطلقنا من عدد ووجدنا ما لا نهاية، فإن تلك العدد يعني إكس مستقيم مقارب عمودي اللي هو محور التراتيب، يحدث هو محور التراتيب فقط. هذه فيما يخص حساب النهايات، حساب نهايات هذه الدالة. سنكمل مع أسئلة اللي هو المشتقة. انتبهوا فقط، وأنتم عليكم بكتابة الحل على الكراس حتى تتمكنوا من الفهم. لاحظوا نأتي إلى السؤال الذي جاء، ما زلنا مع السؤال الدراسة اللي هو الآن المشتقة. المشتقة ننتبه جيدا إلى المشتقة، ننتبه. ها هي الدالة أمامكم، ها هي الدالة أمامكم. ماذا تقول؟ عندنا بعض الخصائص عليكم بحفظها. عندكم مشتق
الدالة اللوغاريتمية، يعني لان اف هكذا مشتقها. مشتق يعني دالة لوغاريتمية، يعني هناك لان دالة تعطيكم بكل بساطة اف فتحة على اف، يعني مشتق ما بداخل اللان على ما بداخل اللان، يعني اللان يذهب نهائيا. وعندكم كذلك مشتق كسر، دالة كسرية اللي هي U على V. مشتق ماذا يساوي؟ يساوي مشتق البسطي، مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط، هذا مشتق على المقام مربع. هذه قواعد عليكم بحفظها، هذه القواعد أكرر عليكم بحفظها. ننطلق الآن حسب ما نلاحظ، حسب القانونين الذي قمت بكتابتهما. تصبح اف فتحة لإكس تساوي ماذا؟ مشتق الواحد هو الصفر ناقص، نبدأ لاحظوا مشتق كسر أول شيء هو المقام مربع، هكذا إكس مربع حتى لا نقوم بعملية النسيان. نبدأ مشتق البسط هو لان إكس مربع، ها هو قانونه، هو مشتق ما بداخل اللان، يعني اثنان إكس على ما بداخل اللان على إكس مربع في ماذا؟ في البسطي، ها هو في المقامي، أنا أكرر ها هو في المقامي، المقام كم؟ هو إكس ناقص مشتق ماذا؟ المقام، مشتق الإكس هو الواحد في ماذا؟ في البسطي، هكذا على المقام مربع. لاحظوا ماذا يحدث، إكس في إكس هي إكس مربع، مع الإكس مربع يذهب هكذا، تساوي عندكم هنا الناقص، ماذا بقي لديكم هنا؟ يبقى لديكم اثنان، لأن الإكس والإكس والإكس ومع الإكس مربع ذهب، ناقص لان إكس مربع على إكس مربع. هذه هي المشتقة فتحة لإكس. تذكروا هذا المعطيات كي نعمل بها كثيرا. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، هو أين تنعدم مشتقة؟ إشارة اف فتحة لإكس. هذا السؤال ورد في أدرس اتجاه تغيرات الدالة، لكن هو عموما في هذه السنوات تأتي مفصل، يعني يحسب النهايات، يحسب المشتقة، إشارة المشتقة، يعني تأتي أسئلة يعني مفككة. نبدأ بإشارة، يعني نجعل اف فتحة لإكس تساوي الصفر، يكافئ أن هذه القيمة هي التي تساوي الصفر، يعني تصبح هكذا ناقص اثنان. لاحظوا أولا نجعل خط الكسر حتى لا يحدث مشكل. عندكم الناقص هنا تصبح ماذا؟ هكذا ناقص لان إكس مربع هكذا على إكس مربع نجعلها تساوي الصفر. هل هذا يساوي الصفر؟ لو نستعمل حتى قاعدة الجداء الطرفين، هذا في هذا يساوي هذا في هذا، إذن يصبح مباشرة ناقص. ننتبه، ولكن سندخل هذه الناقص حتى لا يحدث المشكل. تابعوا، سندخل هذا الناقص هنا هكذا وهكذا، يعني يدخل على البسط حتى لا يحدث لنا إشكال. ننتبه، ماذا تصبح؟ تصبح ناقص اثنان زائد لان إكس مربع يساوي الصفر. ننتبه فقط، تابعوا جيدا حتى تعلموا كيف. انتبه، إذا ماذا يصبح؟ سننقل هذا إلى هذا الطرف، ناقص اثنين. ماذا يصبح؟ لان إكس مربع يساوي ماذا؟ اثنان. ندخل الأسية على كلا الطرفين لأنهما عدد موجبة، يعني ماذا ما تصبح؟ تصبح هكذا أسية لان إكس مربع تساوي لنا أسية 2. من الخصائص خاصية المعروفة أن أسية لان
يساوي أ. هذه خاصية نطبقها على هذه القاعدة، على هذا المثال. ماذا تصبح لديكم؟ تابعوا فقط، تابعوا ستفهمون بإذن الله. تصبح إكس مربع يساوي لنا ماذا؟ أسية مربع، ومنه إكس هذا موجب وهذا موجب، يصبح إكس يساوي لنا جذر هكذا، وتعطي لنا مباشرة أ أسية، يعني إكس واحد يساوي لك الأسية، والإكس 2 يساوي ناقص الأسية، لأنه يصبح ناقص جذر الأسية هي هكذا كما تلاحظون. إذا تنعدم المشتقة عند هذه العبارتين. الآن إشارتها. الإشارة كما تلاحظون سنقوم بجعل جدول صغير نتعلم من خلاله كيف ندرس إشارة هذه المشتقة. لاحظوا المشتقة في الأخير ماذا توصلنا إلى هذه. نعم توصلنا إلى هذه أو كذلك هذه، إلا أنه ندخل هنا كما تلاحظون، سأدخل هنا الناقص ويدخل هنا الناقص. أدخلت هذا الناقص الذي كان على الكسر حتى نتمكن من الدراسة الصحيحة. ننتبه، سنقوم بإنجاز هذا الجدول. لاحظوا، أترك لكم هكذا حتى تتمكنوا من الرؤية. هكذا إكس ناقص ما لا نهاية، لاحظوا إلى زائد ما لا نهاية، أنها غير. نكمل فقط. عندنا نكتب عبارة المشتقة، عبارة هذه العبارة التي كنا نريد أن ندرس إشارتها، هي ناقص 2 ناقص 2 زائد لان إكس مربع، انعدمت عند ماذا؟ عند ناقص الأسية والأسية. لاحظوا فقط هكذا. عندنا لاحظوا كيف نقوم بالعمل بكل بساطة. هي أمامكم معادلة من الدرجة الثانية. هنا ها هو الأ موجب خارج مجال الجذرين وداخل مجال الجذرين سالب. هذا فيما يخص جدول إشارة هذه العبارة. الآن نكمل مع جدول إشارة اف فتحة لإكس. اف فتحة لإكس أنه هي غير معرفة مثل الدالة، يعني غير معرفة في الصفر. لاحظوا فقط يعني كيف تتعلموا. لاحظوا كان عندنا يعني ينزل هذا الصفر، أنه الدالة غير معرفة عنده. لاحظوا وجد هنا ماذا؟ وجد هنا الزائد يترك الزائد، وجد هنا الناقص عفوا يترك الناقص هكذا. إذا قلنا هنا خارج من الجذرين هكذا. لاحظوا نكمل. الدالة غير معرفة هنا، وهذه القيمة ماذا يعدمان ماذا؟ المشتقة. تبقى نفسها الإشارة زائد، وهنا ناقص وهنا زائد. لا شيء، لأنها هكذا. إن الدالة غير معرفة، إذا المشتقة تكون غير معرفة كذلك هكذا، يعني نقوم بعمل النقل. ماذا يمكن أن نقول على تغيرات الدالة؟ نكتب الدالة f متزايدة على المجال. ما هو المجال؟ هو من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص الأسية اتحاد من الأسية. يعني المجال يفعل إذا قلت متزايدة فقط يعني المجال يأتي مغلق هكذا اتحاد عفوا. إذا قلت متزايدة تماما نقوم بعملية فتحه، يعني هكذا الأسية إلى الزائد ما لا نهاية. والدالة هذه رقم 1. رقم 2 الدالة f متناقصة
على المجال. ما هو المجال؟ المجال من ناقص الأسية إلى الصفر اتحاد، لأن الصفر غير معرفة عنده. احذروا، اتحاد ماذا؟ اتحاد الصفر إلى الأسية. هذه هي التغيرات الدالة F، متزايدة في الزائد ومتناقصة في المجال الناقص، هكذا فقط. نكمل مع السؤال الذي جاء بعده الذي هو جدول التغيرات. جدول ماذا؟ التغيرات. نكمل مع جدول التغيرات. سنقوم بالعمل هنا فقط أمامنا حتى جدول التغيرات للدالة F. إذن جدول التغيرات سنقوم بعملية الملء فقط، إلا أن عليكم بالانتباه. أولا سنقوم برسمه، أنتم كذلك قوموا بعملية الرسم بالمسطرة حتى يعني يأتي مفهوم وواضح. لاحظوا عندنا هكذا، وعندنا الدالة أنها غير معرفة في الصفر. انتبه فقط هكذا، أنها منطقة غير معرفة عندها الدالة. نبدأ بالملء. هنا X، عفوا هنا X، هنا F فتحة لإكس، وهنا F لإكس يعني Y، من ناقص ما لا نهاية. هنا عندكم الصفر، الدالة غير معرفة، دالة غير معرفة يعني منطقة ممنوعة. المشتقة تنعدم عندها، هي أمامكم عند الأسية والناقص الأسية. دالة معرفة إلى الزائد ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، والصفر غير معرفة. لاحظوا هذه القيمتان تعدمان المشتقة. هنا عندنا زائد ناقص ناقص زائد، إذا تصبح هكذا ثم هكذا ثم هكذا. لاحظوا جيدا، أنا أتابع الإشارة تقول لي انزل انزل، زائد نزيد، ناقص ننقص. وجدنا النهاية هنا لو تلاحظون وجدناها واحد. قوموا بإرجاع الفيديو. وهنا وجدناها كذلك واحد، ووجدناها هنا زائد ما لا نهاية، ووجدناها هنا ناقص ما لا نهاية. لو تريدون إرجاع الفيديو أرجعوا الفيديو، ها سأريكم إياه حتى لا تقولوا أني أتيت بأشياء من ذهني. ها هي بقيم أكبر زائد ما لا نهاية، وبقيم أصغر أعطت لنا ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما ناقص ما لا نهاية ها هي أمامكم كم أعطت لنا. أعطت لنا واحد وواحد فقط. إذن هذا أمركم بكتابة الحل هكذا. هذا هو جدول التغيرات، ثم نقوم بغلقه هكذا هكذا فقط. لاحظوا هذا هو جدول التغيرات. نقوم الآن بحساب ماذا؟ هنا عندنا لاحظوا X، لاحظوا X F لإكس، يعني هنا F لمن F للأسية. F للأسية سنقوم بالتعويض في الدالة بالأسية. ننتبه تساوي لنا واحد ناقص، لاحظوا ناقص لان الأسية مربع على الأسية. من الخصائص أن هذا ينزل، تصبح ماذا؟ تساوي لنا واحد ناقص اثنان في لان الأسية على الأسية، ولكن لان الأسية تعرفون أنه يساوي واحد ليس الصفر. يعطي لكم يساوي لنا واحد ناقص ماذا؟ ناقص اثنان على الأسية، يعطي لكم هكذا. إذن ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا هكذا واحد، هنا واحد ناقص اثنان على الأسية. نأتي إلى ناقص الأسية، F لناقص الأسية.
يساوينا واحد ناقص لان ناقص الأسية مربع على ماذا؟ على الأسية. ولكن ناقص الأسية مربع هي نفسها الزائد الأسية مربع، لأنها مربع ينزل إلى هذا المكان. ماذا يصبح لديكم؟ يصبح يساوي، لاحظوا، يصبح يساوينا واحد ناقص، لاحظوا عندكم هنا الناقص، نسيت الناقص، نعتذر، هكذا نعتذر، تعطينا ناقص زائد 2 على الأسية، هكذا تعطي لكم واحد زائد 2 على الأسية. القيمتان غير متشابهتان، لاحظوا هذه وهذه ليس متشابهتان فقط. هذه فيما يخص جدول التغيرات. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال أثبت أن المنحني CF يقطع المستقيم Y يساوي 1 في نقطتين يطلب تعيين إحداثيهما. سؤال بسيط. البرهان أن CF يعني المنحني يقطع D في نقطتين يطلب إحداثهما. يعني بكل بساطة، يعني كيف أفعل؟ لاحظوا عندنا F لX، قلت هي نفسها دائما هي Y. F لX هي قائمة أمامكم واحد ناقص لان X مربع على X تساوي Y. ها هو Y كم؟ تساوي 1. يذهب هذا مع هذا، كم تبقى لكم؟ يبقى لكم ناقص لان X مربع يساوي ماذا؟ على X يساوي نص صفر، لأن الواحد ذهب مع الواحد. كسر يساوي الصفر، البسط هو الذي ماذا؟ البسط هو الذي يساوي الصفر. أصبح ناقص لان X مربع يساوي ماذا؟ صفر. الناقص واحد لا يحدث شيء، يعني تصبح لان X مربع، لأن الناقص واحد هذا لا يساوي الصفر. ندخل الأسية على كلا الطرفين، تصبح أسية لان X مربع يساوي لنا أسية الصفر، وأسية الصفر هي مشهورة، هي الواحد. يعني تعطيكم يذهب اللان مع الأسية تعطيكم X مربع يساوي الواحد، ومنه X واحد كما يساوي واحد، و X 2 يساوي ناقص جذر واحد اللي هو ناقص واحد. ها هو أمامكم في نقطتين. ها هي النقطتين. النقطة الأولى إذا سمينا النقطة الأولى A إحداثيها كم؟ الإكس هو أمامكم هو واحد، والإجراج هو أمامكم هو واحد. النقطة B إكسها كم؟ ناقص واحد، والإجراج ثابت هو واحد، لا تعوضه في الدال أصلا. هكذا. قال السؤال الذي جاء بعده، قال أحسب F لإكس زائد F لناقص إكس، وماذا تستنتج؟ وكأنما هنا يريدنا أن نعرف أن يا إما مركز التناظر يا إما الدالة أنها فردية فقط. سنقوم بالحساب وننظر ماذا نستنتج. حساب هكذا، هي الدالة الرائعة. حساب ماذا؟ عفوا نرجع له. حساب قلت نعم، حساب F لإكس زائد F لناقص إكس. F لإكس تعرفون عبارتها. إذن F لإكس هي واحد ناقص لوغاريتم إكس مربع على إكس ناقص زائد F لإكس زائد F لناقص إكس، يعني زائد واحد
هكذا ناقص لان ناقص إكس مربع على ماذا؟ على ناقص إكس، لأن هنا لاحظوا في مكان الإكس نضع ناقص إكس. لاحظوا ماذا يحدث، تساوي إكس مربع هنا، وهنا عندنا ناقص إكس مربع، تبقى لنا إكس مربع، يعني تعطيكم 1 ناقص لان إكس مربع على إكس، وعندكم هذا مع هذا كم يعطيكم؟ يعطيكم 2، أن لا يذهب، ناقص، وعندكم هذا الناقص مع هذا الناقص كم يعطي لكم؟ يعطي لكم زائد لان ناقص إكس مربع، تعطيكم إكس مربع على إكس. انتبهوا ماذا حدث، وكأنما وجدنا هنا 2. ولاحظوا إلى هذا القانون وأنتم ركزوا معي. لاحظوا ماذا وجدنا هكذا اف لي ناقص إكس زائد اف لإكس يساوينا 2. ولاحظوا إلى هذا القانون اف ل2 أ ناقص إكس زائد اف لإكس تساوينا 2 بي، إنه مركز تناظر. هذا قانون مركز التناظر، وعليكم بحفظ هذا القانون. لاحظوا 2 أ كم تساوي؟ 2 أ تساوي 0. لاحظوا هنا 2 بي كم تساوي؟ و2 بي تساوي 2. ماذا يحدث؟ يحدث أنه أ يساوي لنا 0 على 2 الذي هو 0، والبي يعطيكم كم؟ 1. لأن هو 0 1 هي مركز تناظر للمنحني. ماذا نستنتج؟ يعني قمت بالمطابقة فقط، لم أقم بأي شيء، يعني ربما قمت بعملية. لاحظوا ماذا وجدت، ومنه أم نقطة أم سميتها أم 0 1 هي مركز تناظر لسي اف. هكذا هي مركز تناظر لماذا؟ لسي اف بكل بساطة، لأنه قال ماذا تستنتج فقط، وأنت تتذكر أنه لما تجد هذا الشيء علم أنها مركز تناظر. نكمل مع الحل. السؤال الذي جاء بعده قال بين أن اف لإكس تقبل حلا وحيدا ألفا محصور بين ناقص 1 والناقص نصف. يبين يظهر أن هنا نظرية القيم المتوسطة. بكل بساطة البرهان أن اف لإكس تساوي ماذا؟ الصفر تقبل، يعني المعادلة تقبل حلا وحيدا ألفا محصور بين ناقص نص وناقص 1. لو نرجع إلى جدول التغيرات ونلاحظ في هذا المجال كيف هي الدالة. لاحظوا سنرجع إلى جدول التغيرات ولاحظوا معي قلنا ماذا؟ بين ناقص نصف وماذا؟ ناقص قلت النصف وناقص 1. هنا الألفا أن هذه ناقص 2.71. وقال هنا يعني هنا لما تسقط هذه القاعدة يأتي الصفر. لاحظوا وهنا قلنا ناقص 1 وهنا ناقص نصف. لاحظوا إلى الدالة في تلك المجال الذي يتغير في ألفا كيف هي متناقصة. لاحظوا ومستمرة، وبما أنها متناقصة ومستمرة ولاحظوا ها هو الصفر أمامكم، صورة الناقص 1 هي موجبة لأنها تقع فوق الصفر. ها هو الصفر يتقع هنا، وصورة الناقص نصف لاحظوا هي سالبة، هذه موجبة وهذه سالبة. لماذا؟ لأن ها هو الصفر أمامكم.
حسب مبرهنة قيم متوسطة فإنه يوجد حل وحيد للمعادلة f لx تقسم. نقول بما أن الدالة f متناقصة ومستمرة على المجال هذا فقط، ناقص واحد وناقص نص، و لاحظوا f لناقص واحد قلت هي قيمة موجبة، و f لناقص نص ظهرت أمامكم هي ماذا؟ هي سالبة. حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن f لx تساوي الصفر، تقبل حلا وحيدا ألفا، يعني تصبح هكذا كأن f لألفا تساوي الصفر ببساطة. في المجال حيث هنا بين الناقص نصف وناقص واحد فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال أثبت أن، هو سؤال يحتاج إلى التركيز، قال أثبت أن CF يقبل مماسا T يشمل النقطة آن 0 1. لهذا قلت لكم سميتها آم، لاحظوا جيدا، ها هي أمامكم سميتها آم، أن هي التي جاءت أنها مركز تناظر، هي التي جاءتنا على شكل مركز تناظر يعني، ولهذا ننتبه فقط، ولهذا عليكم بالانتباه. لاحظوا معي، تابعوا معي، إذن سنكمل. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قلت هذا السؤال عليكم الآن البرهان أن ماذا؟ أن CF يقبل مماسا T يشمل آم، هذه آم لو لاحظتم وجدناها يمسها في نقطتين، انتبه فقط. هو يعني يقصد وكأنما هكذا، كأنما مثلا المنحني مثلا يأتي هكذا مثلا، عندك مماس هكذا يمر هكذا يشمل نقطة آم هنا، هذه الآم ليست على المنحني أصلا، خارج المنحني، لاحظوا لأن ها هو المنحني وها هو المنحني، وهي جاءت هنا، نوضحها باللون. يعني لا يمكن أن تقول نحسب معادلة المماس عند ماذا؟ عند أم، لا، هو قال يوجد نقطتين ليس نقطة واحدة. إذن نقول ماذا؟ نقول لتكن هذه النقطتين يعني إحداثية، نبحث عن إحداثية تلك النقطتين. تلاحظون أن معادلة المماس تكتب هكذا، Y يساوي لنا، لاحظوا، F فتحة، ننتبه هكذا سأكتبها أمامكم بلون مغير، تساوي X، نسميه مثلا X0 أو نسميها ألفا، حتى يعني لا نسميها ألفا لأن جربنا ألفا، نسميها X0 وهنا X0 وهنا X0، يعني معادلة المماس عند X0. لاحظوا فقط، لاحظوا معي، هو يشمل هذه النقطة، هذا معادلة المماس، هذا المماس يشمل هذه النقطة. إكسها كم؟ إكسها كم؟ هو واحد، هو الصفر، يعني هنا نعوض بماذا؟ بالصفر. وإجراجها كم؟ هو واحد، يعني ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم هكذا، واحد يساوي لنا F فتحة لX0 في، لاحظوا نعوض هنا بماذا؟ بالصفر، يعني تصبح في ناقص X صفر زائد F لX صفر. ومن هنا علي أن أجد X0 وسنجده بقيمتين لأن تقبل نقطتان. نبدأ، تصبح تساوي لنا واحد يساوي F فتحة، هي العبارة لو نرجع إلى الآخر نجدها ما هي؟ نجدها ناقص
وجدناها هكذا: ناقص 2 زائد لان إكس صفر مربع على ماذا؟ على إكس صفر مربع، لأننا هي الآن نعوض بالإكس صفر فقط، في ناقص إكس صفر، أنا أعوض، زائد اف لإكس صفر، اف هي 1 ناقص لان إكس صفر على إكس صفر. المطلوب هو إيجاد الآن حل هذه المعادلة وإيجاد الإكس صفر، ولكن عليكم بالمتابعة فقط، لا تيأسوا بل تابعوا معي فقط حتى تتعلموا كيف تجيبون على هذا السؤال، لأنه سؤال ورد في بكالوريا. يعني لا يمكن أن هنا نسيت ربما التربيع، هنا هكذا مربع، ننتبه، تصبح ماذا؟ ننتبه فقط. سنرجع معادلة قيمة المشتقة، ربما نخطأ فيها أو ما أشبه ذلك. لاحظ، لأن المشتقة حتى يعني ها هي أمامكم، ناقص 2 زائد لان إكس مربع على إكس مربع، إذا نحن على صواب. يعني هكذا نعم. نكمل الحساب، ننتبه، لاحظوا ماذا حدث، الواحد يذهب مع الواحد، ننتبه فقط، الواحد يذهب مع ماذا قلنا، مع ماذا؟ مع الواحد، وهذا يذهب مع هذا، ماذا يحدث لنا؟ لاحظوا ماذا حدث، نعم، يصبح كم؟ يصبح تساوي ناقص 2 زائد لان إكس صفر مربع على ماذا؟ على ناقص 1، هكذا في الناقص 1 لأن اختزلنا هذا مع هذا، وهنا إكس هكذا ناقص لان إكس صفر مربع على إكس صفر. هذه كم وجدناها تساوي؟ لاحظوا ذهب هذا مع هذا، يبقى هنا عندكم الصفر، يعني تساوي الصفر. نكمل أمامكم النشر. المقام 1، المقام 1 تصبح تساوي، ننتبه فقط، قلت تساوي، هي تساوي الصفر لأن هذا ذهب. كم يبقى لنا؟ يبقى لنا هكذا ناقص، سندخل هذا الناقص هنا وهنا، تصبح تساوي لنا 2 ناقص لان إكس مربع هكذا. عندنا المقام 1 ناقص لان إكس مربع على إكس هكذا. أنا دائما لا إكس صفر، يعني هذه تساوي ماذا؟ دائما الصفر، لأنها ذهب من هنا الصفر. نستعمل قاعدة جداء الطرفين في جداء الوسطين، تعطي لنا ماذا؟ لاحظوا، تعطي لنا 2 ناقص هذا وهذا كم؟ تعطينا لكم ناقص 2 لان إكس صفر مربع هكذا تساوي الصفر. نأخذ هذا إلى هذا الطرف، تصبح ناقص 2 لان إكس مربع يساوي لنا ماذا؟ ناقص 2، يصبح لان إكس مربع يساوي لنا ماذا؟ 1. ندخل الأسية على كلا الحدين لأنهما موجبين، لاحظوا ندخل هنا وندخل، ما لا يهم، ندخل من هنا وندخل، يصبح إكس مربع يساوي لنا هذا الأسية، يساوي لنا كم؟ الأسية. ومنه إكس ماذا يصبح يساوي؟ يأخذ قيمتين، جذر الأسية أو ناقص جذر الأسية، يصبح مباشرة إكس صفر هكذا يأخذ جذر الأسية وماذا؟ أو يأخذ إذا إكس صفر لواحد وإكس صفر لاثنان هكذا تساوي لنا ناقص جذر الأسية. إذا هل يوجد نقطتان؟ نعم يوجد نقطتان اللي هي هذه وتلك. ثم السؤال قال في نقطتين يطلب تعيين إحداثيها، الآن نعوض في النقطتين في تلك النقطتين، يعني عندنا وجدنا الإكس في الإجراء، عوضوا في الدالة، قوموا بالتعويض في الدالة ستجدون الحل مباشرة. يعني هكذا أعوض أمامكم، اف لجذر
الأسية يساوي لنا واحد ناقص لان جذر الأسية مربع تذهب على الأسية تحت الجذر هكذا تساوي واحد. هذه تعطي لكم كم؟ جذر الأسية مربع تعطيكم الأسية، يعني تعطيكم هنا كم؟ واحد، تصبح ناقص واحد على جذر الأسية، هذه اف. ثم كذلك بالنسبة إلى اف ناقص لجذر الأسية تساوي لنا واحد مع الناقص تعطيكم زائد واحد على جذر الأسية. إذن هذه مع هذه فاصلة هذه، وهذه مع هذه بكل بساطة. نكمل مع السؤال. ثم قال أوجد معادلة للمماس T. يعين معادلة مماس بفاصلة، يعني تصبح هكذا معادلة T تصبح هكذا Y يساوي لنا، قلنا هو يمس في نقطتين، نأخذ نقطة فقط. معادلة يعين مماس ب تصبح هكذا، يعني اف فتحة. لماذا؟ للأو لأنه يمسه في تلك المكان، في إكس ناقص هكذا جذر أو زائد اف لجذر الأسية. وقوموا بالتعويض، ستجدون معادلة المماس. عوضوا في الدالة، وعوضوا هنا في المشتقة، هنا في المشتقة وهنا في الدالة. ثم قال أنشئ تي ثم المنحني سي اف. إذن لكي نقوم بالإنشاء الصحيح نرجع إلى جدول التغيرات. هيا نرجع إلى جدول التغيرات. ها هو جدول التغيرات أمامكم. من الجدول سنقوم بإذن الله بالرسم، لكن تابعوا فقط. سأقوم برسم معلم. العفو على بعض الأخطاء. اللوحة يعني العفو، دائما أكرر كلمة العفو. سأقوم برسم هكذا بيدي حتى لا يحدث لنا المشكل مع اللوح. أنتم قوموا بالتعيين بالمسطرة. هنا إكس Y هكذا شعاع الوحدة. لاحظوا بكل بساطة عندنا مستقيمين مقاربين. ها هو واحد اللي هو Y يساوي هذا، هو كم؟ يساوي واحد. ها هو Y يساوي واحد، هذا Y يساوي واحد. وعندنا هذا العمودي X يساوي الصفر اللي هو محور تراتب في حد ذاته. ها هو هذا X يساوي الصفر. عندنا كذلك مركز التناظر هو النقطة M واحد صفر، ها هي صفر واحد، هذه هي النقطة M. نقاط التقاطع مع المستقيم Y يساوي كم؟ Y يساوي الواحد. لقد قمنا بالحساب، ننتبه ووجدناهم. لاحظ سنأتي بهم. ها هم النقطتان هي واحد واحد وناقص واحد واحد. هذه النقاط مع المستقيم Y يساوي الصفر. هنا واحد واحد وناقص واحد واحد. سنكمل معهم. قلنا واحد واحد، هذه النقطة مثلا نسميها نقطة A، ونقطة B قلنا ناقص واحد واحد. هنا نقطة B، هذه يتقاطع معها المنحني. وعندنا الأسية، عندنا هذه القيمة الحدية العظمى التي هي كم؟ ناقص الأسية اللي هي ناقص 271. لاحظوا يعني هنا
مع 1 زائد 0 فاصل، لأن 2 على 2 فاصل 71 تعطينا 0 فاصل تعطينا 1 وشيء. أنتم قوموا بالآلة الحاسبة ستعطيكم 1 فاصل. المهم عاد تقوموا أنتم بالحساب، يعني سيأتيكم هكذا، هنا هكذا. أنا أقوم هنا بالتعيين هكذا، أنها قيمة حدية عظمى. هنا كذلك يعطيكم 0 فاصل، هنا الأسية اللي هي 2 فاصل. قلنا لا عفوا في الرسم 2 فاصل، لاحظوا ليس 1 فاصل، ناقص 2 فاصل 71، يعني هنا مع هذه القيمة أنتم قوموا بحسابها هكذا. وعندنا كذلك ها هي اللي هي 2 فاصل 71، يعني من هنا مع ماذا؟ مع 0 فاصل، مع 0 فاصل، يعني 1 ناقص 0 فاصل تعطيكم 0 فاصل، يعني هنا قيمة حدية هكذا. انتبهوا فقط بكل بساطة. لاحظوا من هنا ها هو جاء مع 1، ها هو 1، ها هو جاء مع 1، ثم ماذا؟ ثم نزل هكذا، قال يدهم يعني يمر بالنقطة B وينزل هنا ليصطدم بالألفا. الألفا محصورة بين الناقص 1، ها هو الناقص 1 وماذا؟ والناقص 0.5، يعني يمر من هنا هكذا ويأتي إلى هذا هكذا، يعني هكذا يأتي. العفو دائما على الرسم الغير الدقيق. ها هو الآن نازل إلى هذا الجدار هكذا. ثم ماذا؟ ثم بنفس الطريقة بالنسبة، هو الآن نازل إلى هذه القيمة، سيمر بهذه النقطة هكذا، سيأتي هكذا، يعني يأتي من هنا بالنزول ثم يعود ويرجع هكذا. ها هو أمامكم. يعني الرسم عندي ليس دقيق، ولكن في الأصل يأتي الرسم هكذا. ننتبه، سأقوم يعني أحاول برسم دقيق هكذا فقط. إذن أمامكم هذا هو الرسم المهم. وعندنا كذلك السؤال الذي جاء بعده، ننتبه. السؤال قلت نعم، نرجع للسؤال الذي جاء بعده. سنقوم بجلب نص التمرين معنا. ربما كل الأمور تنطلق من نجب أن نجلب نص التمرين معنا. سنقوم بجلب النص حتى يتسنى لنا أخذ منه المعطيات. قال أرسم ناقش حسب قيم الوسيط T. هنا سمي T وعندكم مرات تجدونه آم. إذن المناقشة البيانية. لحلول المعادلة ما هي؟ f لx تساوي لنا tx زائد 1. أنتم يعني عندكم t أو m، يعني كلاهما. لاحظوا أن f لx قلنا هي y يساوي لنا tx زائد 1. وإن يعني لاحظتم فغيروا t بm لأنه وسيط فقط. لاحظوا جيدا.
هنا انتبه، هو المنحنى، عندنا نقطة آم هي مركز تناظر. لاحظوا، لو نأتي إلى هنا إلى المناقشة ونتابع جيدا، هل لاحظوا إن كل مستقيم يكتب هكذا A X زائد B. الذي يتغير هنا هو ماذا؟ هو معامل التوجيه، يعني أصبح هذا المستقيم في هذه الحالة يدور، أصبح يدور هذا المستقيم، ليس كالمستقيمات الأخرى ربما يأتي هكذا موازي أو مائل، لا، هذا أصبح في مكان يدور. أي المكان الذي أصبح يدور فيه؟ هو في النقطة، ما هي النقطة آم. هنا في النقطة آم أصبح يدور، يعني هكذا، مرات يأتي مثلا هكذا، ومرات مثلا يأتي هكذا، ومرات مثلا هكذا، مكان واحد ويدور. لو مثلا نلاحظ جيدا، لو نلاحظ إلى هذا الشيء، لو تي يأخذ الميل ما لا نهاية، يعني تي يولي يأخذ قيمة ما لا نهاية، يعني يصبح الميل هذا، ماذا نقول؟ أنه لا يوجد حل. يعني قبل كل شيء نقول هكذا، سنكمل بعدها. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم نعيد إكمال حل التمرين. توقفنا عند المناقشة، الآن نكمل. أولا سنقوم بحساب معادلة المماس. قلت عند الفاصلتين التي وجدناهما من قبل، لاحظوا هنا نعوض بالمشتقة في بالجذر الأسية. لاحظوا كم وجدت أنا هنا، عوضت، لاحظوا في المشتقة، وعوضت كذلك هنا بالدالة، هنا في الدالة، كم وجدت في الدالة؟ في الدالة وجدت هذه القيمة، عوضتها هنا. لاحظوا في الأخير بعد الحساب وجدت هذا الشيء. أنتم تابعوا كيف قمت بالحساب هو أمامكم. هذه هي معادلة المماس، هي إيجراج يساوي ناقص 1 على الأسية إكس زائد 1. الآن نرجع إلى المناقشة. لاحظوا جيدا، إنها مناقشة صعبة جدا، إلا أنكم انتبهوا إليها فقط. توقفنا عند المناقشة. ماذا قلت في المناقشة؟ ننتبه فقط. ماذا قلت؟ قلت أنه هذا هو المستقيم الذي أعطاه لنا، وتي هو الوسيط، مثله مثل آم، هو مثل آم. لو تلاحظون إلا أنه كل مستقيم تكتب معادلته هكذا. الذي يتغير هنا عندنا في هذا التمرين هو تي، الذي هو ماذا؟ هو الآ، والآ هو معامل التوجيه، معامل التوجيه. أما ب ثابتة، هي 1. يعني هو هذا المستقيم هو في النقطة ماذا؟ النقطة آم هنا ويدور. أولا قمت بالرسم المماس، هو كما تلاحظون، ها هو المماس أمامكم، أنتم قوموا برسمه بالمسطرة. هنا عندنا يمسه في نقطتان، هذه النقطتان هي جذر الأسية وناقص جذر الأسية، قد برهناها من قبل، برهناها في ماذا؟ في هذا السؤال، برهناها في هذا السؤال. وقيل لنا أوجد معادلة المماس، ها هي معادلة المماس أمامكم، إيجراج يساوي ناقص 1 على الأسية إكس زائد 1، ناقص 1 على الأسية في إكس زائد 1. ننتبه بكل بساطة، انتبهوا معي فقط. لو تلاحظون هنا، ها هي أمامكم، سأشرح لكم بطريقة بسيطة جدا، إلا أنكم انتبهوا فقط. لاحظوا، ها هي معادلة المماس، وها هي المعادلة التي أعطيت لنا، إيجراج يساوي تي إكس زائد 1. طابقوا بين الآن تي كم يأخذ؟ لاحظوا لو تطابقون بين التي يأخذ كم؟ ناقص 1 على الأسية. لما يكون التي، وها هو أمامكم في الرسم، يعني انتبهوا فقط، لاحظوا
التي هذا هو الذي مرسوم أمامكم، هذا هو المماثل. كم يقطع المنحني؟ في نقطتان، ها هي نقطة وها هي نقطة. إذا يوجد كم؟ يوجد حلان. لاحظوا تي لما يأخذ، لأنه يأخذ معامل التوجيه. لاحظوا يوجد حلان، أحدهما موجب والآخر سالب، ها هما أمامكم. الآن لو مثلا هذا المستقيم الذي هو يدور، قلت هو يدور، لو يزيد في هذا المكان لكن هكذا يزيد نوعا ما في الدوران، يزيد نوعا ما في الدوران. انتبهوا فقط، ها هو زاد في الدوران. لاحظوا كم من نقطة يقطع، 1 و2 و3 و4. كم يوجد من حل؟ يوجد 4 حلول. من ماذا؟ لما تي يكون ينتمي من هذه القيمة، من هذا معامل التوجيه، إلى هذا المستقيم الذي هو هكذا. وهذا المستقيم كم معامل توجيهه؟ هو صفر، هو صفر. إذا من هنا إلى الصفر يوجد 4 حلول، لأنه يقطع في 4، 2 موجبة والأخرى سالبة. الآن لاحظوا لو يزيد، أكرر، لو يزيد ويصبح مثلا هكذا، كم يوجد من حل؟ حلان. ها هو حل يسقط هنا، وها هو حل يسقط هنا. إذا حلان من ماذا؟ من هذا المكان. هو هنا تي كم يكون؟ صفر، لأن معامل توجيه صفر. من صفر إلى حتى هذا المكان يصبح هكذا عمودي، إلى زائد ملانية، أن كل مستقيم عمودي ميله الزائد ملانية. يكون يوجد هناك حلان مختلفان فقط هكذا. إذا أولا هو أول شيء الذي هو هذا المستقيم الأخضر هو الذي يحدد لنا كيفية إيجاد هذه الحلول لما يدور. هذا يدور في النقطة، قلت يعني نتعامل مع الميل، نتعامل أكرر مع الميل. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال جي الدالة المعرفة على R نجمة كما يلي. هي نفسها الدالة، إلا أنه لو تلاحظون في المقام جعلوا القيمة المطلقة. بين أن الدالة زوجية، يعني سؤال بسيط. البرهان أن انتبه، البرهان أن جي زوجية. الدالة الزوجية ما هي؟ هي f لx يساوي f لناقص x. ننطلق من هنا ونصل هنا. f لناقص x تساوي ماذا؟ 1 ناقص، ننتبه ماذا؟ قلت f لناقص x 1 ناقص لان x ناقص x الكل مربع على القيمة المطلقة لx. ننتبه، لاحظوا العبارة، سأريد رؤية العبارة. لاحظوا هنا، انتبهوا فقط، هنا هو جعل الزائد، ها هي الزائد، ولكن العبارة التي عندنا عبارة الدالة هي ناقص، تذكروا ذلك. يعني لاحظوا فقط هنا أعطى لنا الزائد، بما أنها القيمة هنا ناقص، ها هي الناقص مع التربيع لا يحدث شيء. ونقول جيلي، عفوا نعتذر الدالة جي ليس اف، الدالة جي، نعتذر لهذا الخطأ الذي حدث. إذا قلت الدالة جي هكذا، الدالة جي لناقص اكس تساوينا هكذا، تساوينا 1. هذا التربيع تذهب الناقص، يعني تعطيكم 1. وهنا بأن القيمة المطلقة يعني تعطيكم ناقص، تعطي لكم هكذا ناقص ماذا؟ لان اكس مع ماذا؟ بما أن القيمة المطلقة هكذا، القيمة المطلقة مع الناقص اكس تبقى هي هكذا. وهذه ما هي؟ هي نفسها جي لي اكس، لأن الناقص قيمة مطلقة لا تؤثر بالناقص أو الزائد وتصبح هكذا، لأن القيمة المطلقة لإكس أو ناقص إكس هي نفسها. وهنا لا ننسى التربيع، ومنه جي لإكس تساوي جي لي ناقص إكس، ومنه لاحظ، ومنه جي لي ناقص إكس تساوي جي لي إكس، ليس أف، أكرر. ومنه جي زوجية فقط. نلاحظ إلى السؤال الذي جاء بعده، ننتبه فقط.
قال دون دراسة الدالة جي ارسم. لاحظ لو نلاحظ إلى جي لإكس نقوم بكتابتها بدون القيمة المطلقة. ننتبه فقط حتى تلاحظوا شيء. سنكتب جي لإكس بدون القيمة المطلقة. ننتبه. كتابة جي لإكس بدون القيمة المطلقة. ماذا يمكن أن نقول؟ تصبح هكذا جي لإكس تأخذ قيمتان. تأخذ ماذا؟ 1 زائد لان إكس مربع على إكس لما إكس يكون أكبر يساوي 0. وتأخذ 1 ناقص لان إكس مربع على إكس لما إكس كيف يكون؟ يكون أقل من 0. أقل تماما 0 لأننا نأخذ في الجهة فقط. هذا لاحظوا إلى هذه لو تلاحظون هي نفسها اف لإكس، ولكن في ماذا؟ في هذا المجال. المجال هو، لاحظوا المجال سنترجمه من ناقص ما لا نهاية إلى 0. هكذا يكون المنحني الدالة جي هو نفسه منحني الدالة اف. وفي الجهة الأخرى بما أنها زوجية تأتي متناظرة بالنسبة إلى محور التراتيب، يعني هكذا. إذن في هذا المجال الذي أكرر من ناقص ما إلى 0 تكون نفسها عبارة اف لإكس، يعني هكذا نرسم. ها هو أمامكم من ناقص، قلنا من 0 من ناقص ما إلى 0 يكون نفسه لأف. ها هو وينزل هنا هكذا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني ماذا؟ يأتي متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأنها زوجية. أكرر، لا أفعل شيء إلا أنه هكذا نناظرها فقط. أناظر كل نقطة من هنا، أناظر هنا، يعني هكذا. هكذا تأتي متناظرة. إذن اللون الأسود هو لجي سي جي، يعني منحنى سي جي متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأنها زوجية. متناظرة بالنسبة إلى محور التراتيب لأنها زوجية فقط. وأتمنى من الله عز وجل أن يعجبكم الشرح، ونعتذر على بعض الأشياء حدثت مثل سوء الكتابة أو لظروف تحدث على اللوح الإلكتروني. وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو، وشكرا، أي صفحة الفيسبوك. شكرا.